يكون أفضل، لأنه قد ما تابع، لأن إذا هيك شيء يريد لنا أيام، لأنه مواضيع دقيقة جدا أو تسجيل. أنا أفضل أستاذ يونس هكذا، أنه نشوف الفروق الحادة المائز بين الطرح عند إخواننا السنة وعند إخواننا الشيعة في الأصول. من عندها راح يتبين الاتجاه الجديد، وطبعا تشكر مولاي، وأنا أيضا راح أطرح وجهة نظري كذلك، ثم أعرج على طريقة السيد رضوان الله عليه. تعرف الأصول الآن يقسم، فنجي الأصول شنو هو الأصول؟ هو بذل الجهد والوسع للحصول على الحكم الشرعي. ينقسم إلى 4 أبواب علم الأصول. الباب الأول ينفرد به مباحث الألفاظ، مثل مبحث الوضع، يعني الوضع اللغوي وأقسامه، ومبحث استعمال اللفظ وأقسامه، ومبحث الأوامر، صيغة الأمر يعني هل تدل على الوجوب على الاستحباب، ثم مبحث النواهي، هل النهي يدل على الحرمة أم على الكراهة، ثم مبحث المفاهيم، هذا أيضا مبحث مطول ومعناه قد يكون واضح لك. وعندما تقول في الغنم السائمة زكاة، يعني شنو الغنم السائمة؟ يعني اللي تعيش على نبتة الصحراء على المطر، هذه يكون فيها شنو؟ زكاة. إذا لا تعيش على العلف ما فيها زكاة. في هذا المفهوم. شوف هاي مبحث المفاهيم. ثم مبحث العام والخاص، ومبحث المطلق والمقيد، ومبحث المجمل والمبين. هذا وين؟ هذا بعد بالباب الأول. نجي إلى الباب الثاني. الباب الثاني يسموه مباحث الحجة، مباحث العقل. مثلا مبحث الإجزاء، يعني من تأدي حكم هل يجزي إذا كان مجمل أو كذا، هذا واحد. مقدمة الواجب، هذا مبحث عقلي، يعني هذا الواجب له مقدمات يسموها وجودية ووجوبية وواجبة، يعني ما ندخل فيها. هل هذه واجبة عقلا؟ هذا يسموه مبحث العقل. ثم مبحث الضد هم وياه. الدور مبحث آخر جاي تكتب أبو فاطمة، الدليل الأمر، اللفظ على الأمر هل يقتضي النهي عن ضده؟ هذا أيضا موضوع كلش مهم. ثم مبحث اجتماع الأمر والنهي، يصادف أنه اللطيف هو هذا درسنا اليوم هذا، أنه مثلا يدخل أحد الطغاة شقي ويدخل تقي، فأنت وسلموا اثنينهم، أنت ترد السلام، واجب ترد عليه على التقي، بل محرم عليك ترد على الشقي لأن المجرم ظالم. فهنا صار أمر ونهي، شو تسوي؟ هذا مبحث الأمر والنهي. شوف قد مهم هذا البحث. ثم نجي إلى الباب الثالث، باب الحجة. مباحث الحجة وراء. شنو مباحث الحجة؟ مثلا حجية الظواهر، يعني هاي الألفاظ هذه الآن من واحد يتكلم تأخذ الظاهر مالته، هذا يسموه ظن، يعني هو شوفه يتكلم بالظاهر بس هو قد يقصد غير شكل، فأنت تأخذ الظن مالته الغالب، هذا يسموه حجية الظاهر. الدور بيها حجية الإجماع. تعرف الإجماع يقابل ياهو السنهدرين عند اليهود أو المجامع الكاثوليكية. عندنا بعد
حجية العقل. حجية العقل شو تصادف عندنا؟ تقابل الجمارة عند اليهود مثلا، وتقابل مدرسة أهل الرأي عند السنة، إخواننا السنة. شوفت؟ زين. وبعد عندك حجية القياس اللي احنا نرفضه عادة، وتتعرف شنو القياس، اللي هو معناه إقامة دليل على علة في محل لتخليصها لعلة أخرى. هذا أيضا شنو القياس، هذا مرفوض عندنا احنا. وعندك الاستحسان اللي هو السبب المؤدي إلى مقبولية الشرع عادة بالعادة وبالعبادة. العادة يعني لا ضرر لا ضرار، يعني باستصلاح، ولذلك يسمون مصالح المرسلة لأنه ما بها سند. ثم الباب الرابع والأخير اللي يدخل بياه تعارض العفو بالاحتياط، البراءة، التخيير، الاستصحاب. هذا الباب الأخير، هذا يسمونه الأصول العملية. شوف هذا كلش مهم، الأصول العملية. ثم الخاتمة، الخاتمة تعارض الأدلة، يعني يأتي دليلان متعارضان، ماذا تصنع وماذا تفعل؟ هل تترك هذين الدليلين أم ماذا تفعل؟ هذا هو البحث في تناوله في تعارض الأدلة. إذا عندنا كم باب صارت؟ 4 مع خاتمة. زين. هنا خلينا نشوف شنو اللي ميز الأصول الشيعي عن الأصول السنية. أكو طبعا فروق كثيرة، بس أنا يعني أطرح أهمها لأن الوقت لا يسع. أهم هذه الفروق أنه الأصل العملي اللي قلنا الباب الأخير اللي هو البراءة، التخيير، والاستصحاب، والاحتياط، هذا كان يميز عند المذهب الشيعي بفروق حادة عن السنة. شلون يميز في أنه سابقا كان يلحق مع دليل العقل، لأن مصادر الفقه هي 4: ياهو الكتاب يعني القرآن، والسنة يعني الروايات، والإجماع، والعقل. فكانت البراءة اللي هي أهم ركن بالباب الأخير الأصل العملي، هاي كانت تلحق بالعقل، وكان وألحقها حتى ابن زهرة وين؟ بالاستصحاب، وألحق الاستصحاب بالعقل. كان تدرس ضمن العقل مصادر الفقه، لكن مع مجيء الوحيد البهبهاني، انتبه لهذه النقطة، بدأ الأصل العملي يستقل. شوف، مع الوحيد البهبهاني هذا اللي عاصر مشكلة الإخباريين والأصوليين. هنا تميز. شلون تميز؟ قالوا الأصل العملي يشخص وظيفة المكلف، بينما غير الأصل العملي يعني مباحث الظواهر أو الأمارات أو ما يسمى الحكم الواقعي يشخص الدليل على الحكم. يعني بتعبير آخر، أكو دليل، إقامة دليل على الحكم، وأكو إقامة وظيفتك للتكليف الحكم، أكو فرق. يعني بتعبير آخر، أنك تقيم دليل على موقفك من الحكم، وتقيم دليل على عدم موقفك من الحكم، يعني سلبي، يعني ماكو دليل عليه، دليل موجود عليه في أنه مسلوب منك، يعني ما تؤدي أي شيء. إذا أريد أوضحها أكثر راح يواجهك مصطلح حتى يوضحها أكثر. يقولون الأمارات دليل اجتهادي، والأصل العملي دليل فقاهتي. هذا راح يواجهك وضروري تقيد الكتبة.
شنو الفقاهة؟ الفقاهة العلم بالتكليف الشرعي، والاجتهاد الدليل على الحكم الشرعي. شوف اكو فرق بين الحكم الشرعي وبين التكليف الشرعي. يعني انت الان ضيفي وعزيز، كلكم اعزاء علي، بس انا ما اعرف شو اقدم لك، استحي ما ادري شو اتكلم وياك، اظل احتاط، ما اعرف التكليف الشرعي شنو، فاظل متحير، يعني من باب اتحوط بكلامي معك. هذا تكليف مو حكم. نعم اذا اعرف الاتيكيت مالتك يصير حكم والتزم به، اظل اماشيك بطريقتك، بس بدل ما اعرف ايش اسوي تكليفي اظل خجول، ما اعرف شو اقول، استحي، اخذ مثلا احتياط او براءه، يعني بهذا المعنى. فهذا الفقاهة وضحت. هاي المعلومة إذا وضحت السنفي نشوف ماذا أدخل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. انتهي إلى النقطة. الشيخ الأنصاري جاء بمسألة مهمة للغاية، وهي أنه عندما يتعارض الأصل العملي مع الأمارات، يعني مع حجية الظواهر، يعني مع الدليل الشرعي، يقدم الدليل الشرعي عليه، يسميه حكومة. حكومة الأمارات على الأصل العملي. يعني شنو؟ إذا قامت عندك بينة أنه هذا الماء نجس، وبنفس الوقت أنت صرت تستصحب هذا الماء بأنه طاهر، فهنا الشيخ الأنصاري يقول لك تقدم الدليل البينة، لأن دليل ظاهري. تسمعني؟ علينا نستخدمه على الأصل العملي، على الاستصحاب. أنت واضح طبعكم الاستصحاب. جيد. شيخ التجاري طيب؟ جيد. هاي يسموها حكومة. هذا المائز المهم كانت به نتائج. ضمن نتائجه اجى تلميذه الشيخ النائني رضوان الله عليه، قال الاصل العملي اكو محرز واكو تنزيلي. شوف انت، هذا طبعا مهم يا استاذ يونس، اي انه تنتبه اليه. ليه اذا صار تعارض بين المحرز والتنزيلي بالاصل العملي يقدم ايضا المحرز. شوف هذا قيده كلش مهم. زين، هسه نجي للشيخ الأنصاري، شنو اللي أدخله؟ بعدنا هذا دخله حكومة. شنو حكومة؟ هسه خلينا نجي للحكومة. أنت تعرف كتاريخ احنا نحكي أنه وتدارس، وأنه حتى السيد الصدر رضوان الله عليه يقول أنه الأصوليون من السنة سبقونا، لكن الشيعة هم لها أصولها الخاصة، وبعضها ضاعت وأخذت بطريق موازي والتقت الآراء. هنا ننتبه لهذه النقطة. تجد عند السنة العام والخاص، بس أضافت الشيعة، أضافت المطلق والمقيد. هذا تطور مهم بالحوزة. بعد التطور الآخر حتى أوصل للحكومة، إجا رجل مكانته العلمية مثل مكانة زينون في المدرسة قارمندس الأيبية. تعرف عندنا حجج ضد الحركة. عندنا رجل من المذهب الشيعي اسمه ابن قبة. هذا ابن قبة جاء بحجج لا زالت تؤرق الأصوليين سنة وشيعة، ومن الشيعة طبعا. حرك الوضع، أوجد مشكلة، قال الحكم الواقعي والحكم الظاهري متناقضان. تأتيون تسجل هذا حتى شوف تطور الأصول الشيعي وين وصل، شلون حتى نربطه بالحكومة والعام الخاص. يقول هذا الحكم واقعي موجود الآن. زين، هذا الحكم الواقعي يقابل حكم ظاهري.
فإذا هذا الحكم الظاهر التقى ويا الحكم الواقعي، فإذا كان متماثلا التقياه المثلين، وإذا مختلفان التقى النقيضان، وهذا غير جائز. وإذا نقول انسحب الحكم الواقعي صار تصويب. أنت تعرف مدرسة التصويب، هاي أفرقت الأصولي، فوجد ما يسمى بالطريقية اللي جابها منه الأنصاري رضوان الله عليه، وطورها بعدين النافعي. وجت المنجزية اللي أوجدها منهم الشيخ الآخوند. شوف يعالجون بها ياهم هاي المشكلة، مشكلة ابن قبل. بس هاي مشكلة ابن قبل أنا راح شوية أمشي بيها، أرحلك إلى الماضي شوية. هاي مشكلة ابن قبل مست بصراحة، وهنا هي الأصالة عند المذهب الشيعي، وما انتبهوا للقضايا مع الأسف. هذه مست قضية مهمة عند أخوتنا السنة وعند المسيح وعند اليهود. ستعرف القديس أنسلم عنده مصادرة موجودة عند الأديان الثلاث. هذه المصادرة شو تقول؟ تقول الوقائع لا متناهية والنصوص الدينية متناهية. فإذا احنا نحتاج إلى تجديد اللفظ لاستيعاب الوقائع الخارجية، باعتبار أنه ما ترك الله صغيرة ولا كبيرة إلا ورصد لها حكم. فإهنانا هذا يسموه دليل الانسداد، يعني إهنانا باب الاجتهاد صار أنه الوقائع لا متناهية والألفاظ متناهية. فهنا أنت تحتاج إلى استخدام اللفظ بالمعاني المطلوبة والمنطقية والمقنعة. هنا بدأت باب الاجتهاد. لكن هنا راح تسألني سؤال، والأجل أن نطور بحثك حتى تأخذه كفقه كأصول مقارن. راح أنا أسأل وأنا أجيب. أقول إذا هذا أنسلم قال هالشكل، إذا لماذا لم يوجد الأصول عند اليهود ولم يوجد عند المسيح كذلك؟ لماذا وجد عند المسلمين فقط؟ هذا سؤال كلش مهم، فقط أطرحك. الجواب عليه أن إذا أخذنا عصور المسيح عصور اليهود تمر مراحل عديدة. قبل عصر الشتات، وقت عزرا، وبعد عزرا، وتدري الأورشليم، شرح الأورشليمي هنا كتب العبو البابلي هنا كتب 200 مجلد هنا في بابل في هاي المنطقة. وهنا ترى من أبو حنيفة في هاي منطقتك اللي سألان بها. يعني أكثر المذاهب الإسلامية هنا نشأت، واليهودية هنا. هذا بلد العراق، بلد اليهوديين سلام الله عليه. هنا شوف القضية شلون. لماذا لم يضع اليهود ولا المسيح الأصول؟ السبب واحد. أحد الأسباب أن الوحي تواصل عندهم، ما احتاجوا إلى استنباطات، لأن أنبياء مستمرين أو عندهم رسل مستمرين. تدري ما شاء الله بني إسرائيل يقول لك مرة شعب بكامل لهم أنبياء، في حين إحنا عندنا بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاد أئمتنا عليهم السلام، شنو اللي حصل؟ انقطع الوحي النص الشرعي، فبدأنا بالاجتهاد. واخوتنا السنة وضعوا قبل ذلك، هم لأن عندهم الوحي انقطع مع التحاق الرسول بالرفيق الأعلى. هذا سبب. السبب الآخر، شيخ الكريم ما أريد أدخل فلسفة، بس موضوع أنا قلته بالأبستمولوجيا، يعني نظرية المعرفة. أنا أكدت أكثر من مرة بأكثر من دليل أن هناك أشبه بالتبويب الإلهي والوجودي والكوني، أنه
هذه النظريات رغم موضوعيتها كأنها صنفت ووضعت لفلان دون آخر، لقومية دون أخرى، كانوا أكو تصنيف مسبق بهذه المسألة. فهنا طبعا ولذلك تشوف داروين إذا لم يأتي بهذه النظرية قد بعد 1000 سنة ما يأتي بها أحد، رغم نضج الظروف. الأسباب ما يأثر بها، كأنه أي زاوية كونية أنت تكون موجود بها وتواكبها كانت تكون لك رؤية تختلف عن رؤية الآخرين، وما ترجع إلى ما سميته إلى القائم القهري ما يتأثر بهذا الموضوع. هاي واحدة من الأسباب. السبب الآخر اليهود والنصارى عندهم أصول بس متناثرة بالتأويل والتفسير، وانت تعرف سبينوزا عنده تفسير خاص في هذا الموضوع ومناقشات به عديدة. فنرجع إلى موضوع ابن قبة في هاي حججه أحرج اليهود والمسيح والمسلمين جميعا. شلون؟ لأن هم يقسمون الحكم أيضا واقعي وظاهري. ليش؟ لأنه يقول لك ما من صغيرة وكبيرة إلا وضع لها شنو؟ الله حكما. زين. فإذا وضع لها حكما إذا أكو حكم واقعي بخفي عليك، الظاهر ترجع تأخذ به. فهنا الإشكالية راح تصير أنه إذا أكو حكم واقعي والآن حكم ظاهري، فإن التقيا أصبح لقاء المثلين، اختلف لقاء المتناقضين. شوف هذا الإحراج. ولم يجب ولم يقتدر لا المسيح ولا اليهود ولا الشيعة ولا السنة على رد هذا ابن قبة. هنا راح نصل إلى نتيجة. النتيجة اللي أنا أريد أن أصل إليها أن الشيخ الآخن وكذلك الشيخ الأنصاري على الله مقاهم وهم سووا قدموا فرد تنظير جميل، يقول هنا احنا إضافة إلى الطريقية، يعني نعتبر الأداء مثل الواقع، أداء الحكم الظاهري مثل الواقع. يقول احنا العام والخاص اللي جابوا لنا يا اخواننا السنة لا دي بعد توسيع نسميه حكومة حاكمية الأمارات على الأصول. مثلا لا ربا بين الولد وابنه، هذا هو ربا، فيقول لك لا هذا ما في ربا، مو تخصيص، أعم من التخصيص، كان يوسع. أكو ورود بعد ما أريد أن أدوخك به لأن الموضوع مطول، وأكو تخصص غير التخصيص. هذا إجت مين أوجدها هذا الرجل الشيخ الأنصاري. وضحت المسألة. هنا خلينا ننتقل السيد الصدر رضوان الله عليه، نشوف إيش أضاف هنا. السيد الصدر أضاف في هاي المسألة المحتمل والاحتمال في كتاب الأسس المنطقية للاستقرار. يقول احنا إذا اجينا إلى الأمارات ناخذ نسب الأدلة بها، فإذا كانت أكثر احتمالية نقدمها، وإذا أقل احتمالية ما نقدمها، يصير ما يؤخذ بالمحتمل. تسمعني؟ فيصير التقديم مو تقديم الحكومة، تقديم الاحتمال الأقوى. هاي وحدة. الشيخ الأنصاري أيضا طرح مسألة وطورها النائلي قال أنا هنا بهذا التعارض أصل إلى نتيجة وهي التزاحم. شنو التزاحم؟ هذا أيضا طرح جديد للشيعة. التزاحم يقول لك أنت مثلا أنت تسمع بقضية مسلم ابن عقيل عليه السلام، انه اراد قالوا له اقتل هاني ابن عروة، العفو عبيد الله بن زياد عندما كان عند هاني. فبعضهم يقولون امتنع، قال انه الفتك غدر اي منهي عنه. لكن هنا نجي بين الاهم والمهم. الاهم ان تنقذ الامه وتنقذ الحسين عليه السلام، والمهم انه تؤمن بهذا الغدر. لكن هذا يبرر وياه الحرب خدعة،
فإحنا ننفي بأنهم انطوا هذا السير أبدا، هذا ما حصل بناء على التزاحم، لأنه هذا هو سفير الحسين، يعني هو من هو في الذكاء والدهاء معقولة. الأهم ما صار عنده مشاغلة بين الأهم والمهم يقدم الأهم. شوف هذا فكرة الأهم. هذا التطور الأصولي أوجد حالة من التوهج في الوقت الحاضر علما للأصول الشيعية. فصار الأهم عندنا المشاغلة، والمشاغلة ترتبت عليها تشاغل الترتب. هذا موضوع ما أريد أخش فيه، هذا ضمن التطور، بس أنا راح أقصد هنا في الحالة كلش طريقة. تجيك عندك هنا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هذا أيضا يفضل به الشيعة، قدموا به فرد نظرية جميلة، الفرد المتردد، ويسموه الجامع باعتبار أحدهما. شنو الجامع باعتبار أحدهما؟ شنو التردد؟ هي شنو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي عبارة عن سقوط قطرة مثلا من النجاسة على أحد الإناءين، بس مثل ريائنا أنت يقينا تعرف فقط، لكن على لا تحديد ما تدري في أي نقطة في أي أناء، فهذا يسموه علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي أستاذ يونس أوجد حالة عجيبة، بدأت النظريات تتطور، فقالوا أكو الجامع باعتبار أحدهما. الجامع باعتبار أحدهما أنه الأناءين يجمعهما ياهو سقوط هذه القطرة، بس هذا السقوط يجعلك في حالة تردد هنا أو هناك ما تعلم، وفي حالة لاحقة تستطيع أن يسموه بالواجب المشروط اللي طور العراقي غاضياء العراقي رضوان الله عليه، يقول يمكن أن ترتكب أحدهما فيصبح عندك شنو؟ شوف هنا جائز أن تشرب هذا الماء. ليش؟ لأنه يصير ترجيح بلا مرجح، تشرب هذا أو ذاك، لأن هذا قد يكون نجاسة وهذا نجاسة، لكن من ترفع واحد من عندهم راح يصير عندك شبهة بدوية، فما يصير ترجيح بلا مرجح. أريد أوصلك إلى نتيجة. في الأربعينات من القرن العشرين كان يحاضر الشيخ العراقي في هذا الموضوع، نفس النتيجة وصل إليها هايزنبرغ في نظرية اللا تحدث. انتبه لهذه النقطة أستاذنا العزيز، هاي طبعا من أصالة الأصول الشيعية، انتبه لها مولاي. هاي طبعا هي يريد لها وقت يلا توصيلها، وانت تعلم أنه يعرف شيخ محمد هاي المواضيع معقدة للغاية، يعني أنا جاي أعطيك رؤوس مواضيع. الصبر هاي النظرية اللي هايزنبرغ منح فيها جائزة نوبل، تقبل هذا المحتوى اللي وصل له هو شنو؟ هاي ما لا تحدث نفس الحالة. يقول لك أنا أسلط الكترونات أو ضوء على جسيم في المختبر، هذا الجسيم بس يلتقم ذاك الجسيم الآخر الضوء الفوتون كذاك ينزلق، فلا تقدر تعرف وضعه وين ولا تعرف سرعته. هذا يسمون لا تحدث. العلم الإجمالي يقول لك بالجامع في أحدهما ما تعرف ياهو هذا أو ذاك، نفس النتيجة. يعني يقول لك بالتالي أنت تقدر ترتكبه لأنه ما تحدد وين، يعني كأنه شلون اللي يتبخر. هاي زنبرغ والله وصل إلى هاي النتيجة، قال تبخر ونفى بيها قانون العلية. طبعا أنا هسه ما أريد أن أدخل بالتفاصيل، بس النتائج هذا منح جائزة نوبل، بس هذا منح جائزة عند الله رضا الله. القصد اللي أريد أقوله الآخر، أنت تسمح بالآخر رضوان الله عليه عنده في نظرية الوضع اللغوي، ليش تحكين عن الوضع اللغوي؟ نظرية جميلة للغاية. تعرف أنه لغة الإنشاء
قابلة للصدق وللكذب، لكن أن تكون جملة خبرية غير قابلة للصدق والكذب هاي ما صايرة. الآخر طرحها هاي الفكرة في كتاب الكفاية، سيدنا طبعا كثير من الجماعة بعض نصوص الشيخ بعضهم ما يقدرون يستوعبوها، فأنا هذه دققت بيها فأشرت في كتابي العقلاني سامحة الله بالسنين والثمانين، قلت هاي النظرية سبق فيها الآخر الوضعية المنطقية، وسبق فيها أستاذ الحديث أينشتاين أبو الوضعية المنطقية، الأب الروحي صاحب كتاب رسالة منطقية أيضا. انتبه لها، هاي وين تلقاها؟ نظرية الوضع. شوف التطور اللغوي الأصول اللي حصل عند الشيعة، كنت أطلعها هنا أنا بالهامش كاتبها. وجاءت الطبعة بيروت. سيدنا ما مرة تعبيرك بالهامش؟ بس مو طبعة بيروت. أي مو طبعة بيروت. بس موجودة أنا عندك بالإنجليزي، لسه لو تابعها أستاذ يونس. نرجع الموضوع. السيد الصدر على الله مقامه كذلك أضاف في نظرية اللغة يسموه القرن الأكيد. أكيد قرأته. القرن الأكيد هي أشبه بتطوير لنظرية بافلوف بالسلوكية، هذا المنعكس الشرطي هاي واضحة عندك يعني. زين. المسألة الأخرى أيضا اللي أنا أقدر أضيفها يعني في هذا المجال ونناقش فيها التطور الأصولي الحديث الآن، هي مراحل مرت. التطور الأصولي اللي أنا واستغفر الله من كلمة أنا راح أتحدث عن نفسي الآن، وأيضا عودة حتى توضيح لهذا الموضوع نفسه. في مسألة قبح العقاب بلا بيان، ومسألة دفع الضرر المحتمل.